كل مرة نحتاج فيها إلى محمد صلاح ينقذنا ويسجل هدف. دي كانت كلمات إرن سلوت مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي عن محمد صلاح. ليفربول في الدوري مسجلة 29 جون، منهم 21 مساهمة لمحمد صلاح سواء بالاجوان أو بالاسيستات. آخر 7 ماتشات لليفربول محمد صلاح ساهم فيهم كلهم من خلال 9 اجوان و4 اسيستات. محمد صلاح في 370 ماتش مع ليفربول قدر ان هو يساهم في 325 مساهمه. من سنتين 3 كنا بنقول ان محمد صلاح صعبها على اي محترف مصري هيجي بعده وهيعمل ارقامه ازاي. احنا النهارده بنتكلم ان محمد صلاح صعبها على اي لاعب هيجي بعد كده في تاريخ الدوري الانجليزي كله. الارقام اللي بيعملها صلاح دي صعبه على اي لاعب في العالم بعد كده، سواء بالاجوان او بالاسيستات اللي بيعملها كل ماتش. عنوان النهارده للماتش ممكن يتلخص في ان ليفربول ضيع مجهود محمد صلاح. محمد صلاح النهارده كان مكسر ملعب السان جيمس بارك على دماغ فرقه نيوكاسل كلها بدفاعاتهم بخط وسطهم، وفي الاخر الفرقه ضيعت مجهوده، وخصوصا المدافعين بكيلر الحارس ضيعوا مجهوده في واحده من اصعب ماتشات الدوري على إرن سلوت وعلى ليفربول من اول الموسم. بعد الشوط الاول اللي ليفربول ما جاش فيه والفرقه ما كانتش عارفه تطلع من ضغط نيوكاسل، ونيوكاسل الشوط الاول ده كانوا مكتسحين فيه ليفربول، ولولا جوردن كان ممكن الشوط ده يطلع ب 2-0 او 3 عادي جدا. وخلص واحده من اسوأ اشواط ليفربول في الموسم كله سواء في دوري او في دوري الابطال. شوط كان وحش جدا من ليفربول عشان يبدا الشوط الثاني، ومحمد صلاح كالعاده بتمريره وش الرجل اللي بيعملها من اول الموسم كل ماتش تقريبا وما بتاخدش حقها من الاشاره خالص. واحده بوش رجله كده جونز جاب التعادل، النتيجه بقت 1-1. يجي جوردن بعدها يجيب الجون الثاني عشان يبقى 2-1. ومحمد صلاح ما بيسكتش، بعدها على طول ارنولد بيرفع له كوره بيفنشها بيمينه، كوره ارضيه كده فنشها بيمينه حلو قوي. ما اكتفاش بكده، صنع واحده لجونز بعدها، ريح له واحده على ال 18 بس جونز طلعها بره، عشان بعدها بقى على طول بمجهود فردي وبلقطه من لقطات محمد صلاح اللي فكرتنا بسنه 2018 رقص فيها لويس هال ودخل رزعها في سقف الجون، بس للاسف جت في العارضه عشان بعديها بدقيقتين بالظبط ارنولد بيرفع عرضيه لبره كده، محمد صلاح يستلم بلفه ولا اروع وفينش بالشمال في كره ارضيه كانت صعبه جدا على بوب، وكانه بيوجه رساله للاداره ان انا نجم الفريق، انا نجم الدوري، انا احسن لاعب في العالم من اول الموسم، وكانه بيوجه رساله للاداره ان انتوا هتجددوا لي غصب عنكم وبشروطي انا. صلاح باللي هو بيعمله ده واللي قلناه في الاول، فكره ان هو 29 هدف في الدوري لليفربول يكون هو مساهم ب 21 هدف منهم، دي ارقام اعجازيه ما كناش بنشوفها غير من ميسي ومن رونالدو. ماكاليستر بنشوفه في الجون الاول هو بيدور على محمد صلاح رفعها له حلو قوي. ارنولد في الجون الثاني برضه كان بيدور على صلاح. في الجون الثالث الفرقه كلها تقريبا كانت في ال6 يارده كان ممكن يرفعها بالعرض، لا هو بص لقى صلاح واقف لبره فاداها لصلاح. الفرقه كلها تقريبا بتباصي لصلاح، هو نجم الفرقه، هو اللي عنده كل الحلول. الجون الاول الاسيست اللي عمله ده مش سهل خالص، انتوا لو شفتوا الجون هو عاملها من خرم ابره ما بين 2 لعيبه وشايف جونس وهو جاي ووديها له في مكان هو جونس هيقف في المكان ده، هو قادر ان هو يشوط بسهوله. غير كده بقى محمد صلاح واحده من الارقام القياسيه اللي بيكسرها كل ماتش ان محمد صلاح بقى هو اكتر لاعب يسجل ويصنع في نفس الماتش، خد بقى الجمله اللي جايه دي، في تاريخ الدوري الانجليزي كله. يعني مفيش لاعب فيك يا دوري انجليزي من اول الان شيرر بقى الهنري رونالدو روني كل اللعيبه دي، مفيش لاعب قدر ان هو يسجل ويصنع في نفس الماتش في تاريخ الدوري الانجليزي كله اكتر من المصري محمد صلاح. محمد صلاح عمل الرقم ده 37 مره، وبالفورمه اللي هو ماشي فيها دي ممكن يعمل رقم تاريخي، رقم مفيش حد يجي بعده يقدر يكسره، ان هو ممكن بسهوله يوصل ل 50 ماتش يقدر ان هو يسجل ويصنع فيهم. محمد صلاح النهارده بالجولين اللي جابهم بيرجع الامور لوضعها الطبيعي تاني، الوضع الطبيعي اللي كنا بنشوفه من سنتين. محمد صلاح تخطى هالاند رسميا بالجونين دول وبقى هو هداف الدوري الانجليزي ب 13 جون، عدى هالاند ب 12 جون. غير كده هو تاني اكتر واحد صنع اهداف في الدوري ب8 اسيستات بعد ساكا ب10. محمد صلاح اول لاعب في الدوري الانجليزي كله في الدوريات الخمسه كلها يقدر يكسر حاجز ال20 مساهمه، وعمل الموضوع ده ب 13 جون و8 اسيستات 21 مساهمه. هو اول لاعب في الدوري الانجليزي يكسر 20 مساهمه، بس هو مش اول لاعب في الدوريات الخمسه كلها، لان في لاعب فعلا عنده 20 مساهمه. اللاعب ده مين؟ عمر مرموش. يعني احنا عندنا دلوقتي 2 مصريين على مستوى الدوريات الخمسه كلها محدش قدر ان هو يكسر ال20 مساهمه غير محمد صلاح ب 21 مساهمه وعمر مرموش ب 20 مساهمه. محمد صلاح ب 13 جون و8 اسيستات، عمر مرموش ب 13 جون و7 اسيستات. ولادنا مكسرين الدوري الانجليزي والدوري الالماني، ارقام محمد صلاح ماتش ورا الثاني، ارقام اعجازيه ماتش ورا الثاني. وكل ما بنخلص فتره في الموسم فرص محمد صلاح بتزيد في البالون دور، فرصه بتزيد ان هو
احسن لاعب في العالم محجوزه باسمه لحد دلوقتي باللي هو بيعمله في الدوري ودوري الابطال مع ليفربول. فرغم ان ليفربول اتعادل ان هو خسر نقطتين في سباق الصراع على الدوري، بس محمد صلاح ليله للتاريخ احسن لاعب في الماتش لتاني ماتش على التوالي بعد ماتش مانشستر سيتي، بيقدر ان هو ياخد جايزه احسن لاعب في المباراه. وغالبا لاعب الشهر في الدوري الانجليزي الشهر ده هتبقى من نصيب محمد صلاح. فورمه خياليه، فورمه ولا اروع من محمد صلاح، بيخلينا كل ماتش ليفربول بقينا قاعدين مستنيين ماتشات ليفربول عشان نشوف الابداع والامتاع اللي بيعمله محمد صلاح بصراحه. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده عن ماتش ليفربول ونيوكاسل، او عن محمد صلاح بقى. ما اتكلمناش في حاجه عن الماتش تقريبا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، عايزين نوصل للقناه 1000 مشترك. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.